السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج جديد اسمه صياح الخير. ده برنامج هاخدكم معايا في رحله اوريكم الصياح لايف، اوريكم ازاي انا بتعلم حاجات جديده، زي مثلا ازاي رسمت الرسمه دي على برنامج سكتشب، والتظليل على برنامج بلندر، ودي برامج انا ما بفهمش فيها. بعد كده رسمت فوق الحاجات دي بينت اوفر باستخدام فوتوشوب. ويلا بينا. قفشت نفسي قاعد زهقان مش طايق، ما رسمتش من زمان قوي، وقاعد بقالي شهر مسحول في منهج الدبلومه الجديده، بكتب منهج انا الدبلومه الجديده بقالي شهر وعايز ارسم. عايز ارسم لنفسي، فقلت افتح اكتر بروجكت بحبه اللعبه دي اسمها سام سيتي. انا اهو دي القهوه بتاعتي، الكهف بتاعي، بيت ستي عشان لو عايز اروح احلب البقره واربي معيز، ده الكشك بتاعي، دي المدينه بتاعتي. هعمل النهارده محل قصب، هقف ابيع قصب، كشك طويل، ثلاجه، نحط القصب هنا اتعصر، فوق الثلاجه فيه قصب كتير كتير، جردل كبير، بنبيع قصب بالجرادل، قصب قصب قصب، بايه من اللي هي كنت تشرب فيها دي مشاكلك كلها تتحل. نعلق برتقان، الراجل بيبيع قصب برتقان، انا قاعد هنا على الكاشير وعايز اعمل لها انيميشن بسيط. سامح قاعد هنا، جه سامح يطلب اوردر، فسامح قاعد هنا نايم، فسامح ينده على سامح، سامح يجري يجيب البصل يحطه يتعصر ينزل هنا. الكوبايات فين؟ كوبايات هنا على ترابيزه. معرفش هو ليه سايب المحل واقف بره اصلا. بس ده السكتش، ارسم السكتش، بعد كده اروح اجيب ريفرنسات، احط حبه تاتشات زخرفه هنا ما شاء الله، هنا بتاعي اللي هي الايد عشان الحسد دي ايد زرقاء بعين، وبس. جبت الريفرنسات لقيت نفسي مش محتاج. عايش في محلات القصب، حبه تفاصيل. ده شكل المحل من غير الشخصيات، شخصيات لوحدها عشان هبقى احركها. هعمل ايه؟ قررت هتعلم برنامج جديد دلوقتي لايف قدامكم، ربنا يستر. في الجزء اللي جاي انا هنحت باستخدام برنامج اسمه سكتش اب. انا بسكالبت على برنامج زي برش، بنحت حاجات اللي هو بورتريهات واناتومي وحاجات كده. ما نحتش من زمان بس يعني عندي فكره عن السكالبت. البولي موديلنج مش قوي، فانا بصيح لايف، انا بصيح بجد مش بمثل، بتك على الزراير، مش عارف ايه اللي بيحصل، مش عارف حتى بتحرك جوه البرنامج ازاي، بس عندي فكره بالمفاهيم بتاعه النحت. حط شيب ونعمل له اكسترود، نطلع منه باوبجكت يعني. تعالوا نشوف. بس الاول لو انت وصلت لنا ما تنساش تعمل لايك. في برنامج اسمه سكتش اب، انا اسمع عنه، في نسخه مجانيه، انا اشتغلت عليه مره زمان مش فاكر امتى. هدخل بجوجل، انا فاكر ان انا فتحته قبل كده، حملته اشتغلت منه قبل كده 2023. انا فتحته مره فعلا في 2023، عملت مش فاكر. واو تحفه، ايه العسل ده. طب من الاول نيو، اوكي. هو انا بنحت زي برش تمام، واشتغلت على مايا حبه ده اللي هو كام شهر كده. بس اخر مره فتحت برنامج 3 دي اعتقد 2023. فدي سيلكت اريسر برش، لاين ماشي، ريكتانجل، اعتقد انا عايز ريكتانجل، اكسترود اللي هي ماشي، ده بسكيل. هه روتيت بلف قشطه. باي، ايه الباي ده؟ ايه الارك ده؟ اوفس، لا انا عارف الاوفس دي. باقي الادوات انا بكتشف البرنامج معاكم، ولا توتوريال ولا بتاع فري هاند بتاع. فواضح ان هو في حاجات بترسم، وفكره الاكسترود اللي هو تعالى اوريك. انت في اوبشن ان انت تعمل مربع تمسكه من هنا، هوبا، فانت كده عملت يا نهار اسود. طب انا عايزه على الارض اساسا، بنتحرك بيه ليفت كليك، لا ميدل كليك، تلف رايت كليك ما بتعملش حاجه. طب الت مع شيفت مع الميدل كليك. بص، هو النافيجيشن او الحركه في البرنامج بتعتمد على الهبد على الزراير، بتفضل تهبد على الزراير كده لحد ما ايدك تبقى عارفه ايه الحركه. عايز ارسم على الارض، كده بيرسم على الارض. ماشي، انا مش عارف انا عملت ايه. عايزكم تحضروا الصياح لايف. هجيب برنامج اسمه بيور ريف، هحط فيه الريفرنس كده، مود اولويز اون توب. معايا المربع ده، صغرهولي وطلع لفوق. دي ده الكشك، انا هبقى شايف من المنظور ده. يا الله يا ولي الصابرين. طبعا انتوا في المونتاج مش حاسين بحاجه ان انا بصيح هنا. بص والله ايديا عملت حركه لوحدها دلوقتي، كنت عايز امسك المكعب، اتكيت عليه 3 مرات مسكه. انا ما اعرفش الشورت كات ده، بس ايديا ربنا يخليها. دي حاجه اسمها ايه؟ الذاكره العضليه، اللي هو انا من شغلي على البرامج بقيت بخمن ان المفروض يحصل كذا. يا ولا يا ولا يا ولا. هذه دي التلاجة وده المبنى. انا هموت واقعد العب في البرنامج استكشف شادوز. ما تديني شادوز. يا سلام، حلو ده. ايوه عشان ابقى شايف. شكرا. خليها ساعة عصرية كده والنور جاي من، يا سلام، ده في ماتيريالز وحاجات. لا لا لا، ركز تيجي نرسم كوباية. وهات كورة، اكيد في سيركل. ايوه بص، حطها لي هنا على الارض واطلع لي كده، واقول لك صغرها سيكا. ايوه وطلعها ايه ده؟ انا عملت ايه؟ لا لا، انا مش فاهم حاجه. كبرها سيكا.
دي فرهضة، هامسك كل ده move اتحط هنا يا جدع. أنا لو حافظ الshort cuts حياتي هتبقى أسهل كتير. لو حد بيفهم في البرنامج مثلًا وبيتفرج عليّا دلوقتي هيحس إن أنا بقّال. طلّع لي كمان مكعب للكاشير. قُمت أفرد ضهري وأبُص والنبي حلو. إيه ده بس الكوباية بايظة خالص، كوباية معوجة يا لهوي! قشطة من الزاوية دي مضبوطة مش مهم. بالنسبة لي بقى إيه، هتبقى ميزة حلوة لو الدواير ريّحني منها، الدواير في المنظور رخمة، فأنا كده يا أنا مبسوط أوي، والله أنا مبسوط أوي. يعني دي طلّعها لي يا سلام! دي في الرسم عذاب دي مش متخيّل. إيه؟ مش فاهم حاجة، في إيه؟ في إيه يا اسطى في إيه الجنان ده؟ مش delete ماشي من الأول، رسمنا دايرة، كمان دايرة تخينة كده حلوة مقلوظة، مسكت ده لجوّه، بصّيت بالجنب طلّعته لبرّه كده، بس كده؟ لازم أشخط فيه يعني يا إيه أنت بتعمل إيه، بتعمل إيه؟ بس الله بس الله أكبر اهدى، أنا الكوباية دي مش عاجباني. أنا فاشل، أنا فاشل. هابقى أضبطها بالرسم، هو مش عايز أقول كل شوية هاضبطها بالرسم، بس قشطة أنا أصلًا باعرف أرسم إيه، بارسم أحسن ما بانحت، طلّعت الأسطوانة وصغّرتها من فوق. بُص بقى القذارة في ال3D لازم تبقى باصص من كل الزوايا، هابقى أنا كده رحمت نفسي من المنظور، ممكن أمسح ده إيه ممكن! واو! بتهزر! إيه السهولة دي! أنا بانبهر بحاجات تافهة أنا جاي من الفوتوشوب بقى، ادخل لجوّه امسح. عَلَولة. هو فين إنه يبقى isometric SketchUp isometric view go to camera menu select projection هو راح فين؟ ماشي كاميرا ما فيش كاميرا، أنت بتضحك عليّا؟ لأ بجد يا اسطى ما فيش كاميرا isometric view SketchUp free shift 4 didn't do nothing إيه ده البرنامج قادر على فعل الأشياء، أصل أنا فاكره برنامج بسيط خالص يعني شبه برنامج الرسام بالمقارنة بفوتوشوب، حاسس SketchUp بالمقارنة بمَيّة وZBrush والحاجات دي، بس واضح إن هو بيعمل حاجات. طيب فين الأيزومتريك الزرار فين؟ عجبني البرنامج هاحمّله. ألعب رياضة عقبال ما يحمّل هانزل 20 ضغط. 205 لسه دقيقتين. حُط لي الكاشير عقبال ما يخلص. هوبا فكّرني بمحل خروب سامي الأصلي اللي في السيوف. انستول يا سيدي. يالّا كاميرا view ISO مجهود كبير أوي عشان أجيبها isometric. تعالَ نحط الshadow أنا عايز بقى آخد صورة sport 2D graphic مش عارف إيه، ورّيني كده فين فايل جديد بقى سام city new folder طب إيه القرف ده؟ لأ، لا يا عم لأ. أيوه كده حلوة. نايس والله باينة كأنها sketch. حُط كرسي مثلًا وآدي كرسي، نحط قصب. بُص هنا هو بيعمل إيه، الباشمهندسة دي نحتت على SketchUp عادي، بعد كده طلّعت الصورة على برنامج تاني ترندره رندرة بسيطة، بحيث بس النتيجة تبقى شكلها نضيف كده، مش خطوط باينة وكده، وبعد كده الباقي سهل يعني الباقي فوتوشوب اللي أنا باعرف أعمله، رسم paint over تبقى النتيجة النهائية كده، أنا عايز أعمل ده، حلو ده، إيه ده ممكن يتعمل حاجات نضيفة، ومن على اليوتيوب ما نزّلتش كورسات interesting ماشي يا عم نحتنا تسلم إيدك، بعد كده الرندرة، والله حاسس ممكن أرندر على SketchUp أنتم مخبيين عليّا حاجة، إيه ده خُد ولا دي حاجة أنت عاملها قبل كده؟ لوّن، بعد كده برنامج إيه ده فوتوشوب، ماشي استنى اللغة مش إنجليزي، اللغة مش إنجليزي، أنت بتعمل إيه؟ أيوه أنا عايز ده على SketchUp ماشي، فين الزرار؟ الزرار خفر. أيوه أنا شُفت البتاع اللاينات دي شُفتها في حتة قبل كده، دي layer ودي layer هو أنا حاسّه عايز يقول حاجة ده أنت مجرّي ليه أوي كده؟ هو في حاجة بياخدها copy أنا ما أعرفش هي إيه، اثبت، إيه؟ ماشي وبعد كده فتح الفايلات كذا فايل على فوتوشوب أنا عارف الكلام ده، سمعت عنه ما جرّبتوش، بيفتح التظليل على layer والline art على layer والألوان على layer ويblend بقى، يا عم أنا هpaint over يا عم أنا أنا هاتصرّف يا ولا اوعى الpresentation nice حلو أوي، حلو أوي الpresentation يا ابن اللعيبة، الsketch الألوان الدخانة دي حلوة طب بُص أنا تعبت، أنا بجد أنا هاقوم لمّا بتشتغل حبّة وبالذات أنا عندي مشكلة مع الزراير، أنا عندي مشكلة مع الزراير، فلمّا باشتغل حبّة بابقى محتاج إيه، أقوم وأرجع تاني، أنا هاقوم وأرجع تاني. أنا رُحت وجيت ومسكت بقى الفايل أنا مش عارف أرندره على إيه، أنا محتاس في الرندرة، هي رندرت على برنامج مخصوص كده اسمه Keyshot مش هاجرّبه، بُص أنا خلّيني في اللي أعرفه، Blender قعدت برضه اشتغلت عليه حبّة ونسيته، عشان لمّا بتشتغل ورا tutorial بتنسى، نعمل لده export فتحت على Blender OBJ إيه كل ده وريندر، بيرندر منين؟ كان بيرندر منين يا دي النيلة؟ أنا عايز الزاوية دي،
اعمل بقى حاجات. ماشي نظبط الكاميرا. اوكي 0 ثانك يو. حلو. يبقى اللي فات كان شورت على يوتيوب، دوت فيديو مدته دقيقة. أهلا بيكم تاني. الجزء اللي جاي هظلل، هشيد، هحط الإضاءة يعني باستخدام برنامج بلندر. كل البرنامجين مجانيين، ممكن تنزلهم تشتغل منهم عادي على طول. وانا جربت الحاجات ديت من على يوتيوب. يعني الجزء ده مدته حوالي ساعتين باين، انا مسرعه في حتة صغيرة خالص، بس يعني هو اخد مني وقت الصراحة ومجهود. فده برنامج اسمه بلندر، مجاني زي ما قلت لكم. ولما بنحت وببينت اوفر، ده بيخليني مش شايل هم المنظور مثلا، لاني مش هرسم المكعب واشوف هو مظبوط ولا لا. لا انا بعمله فعلا، وهو البرنامج اللي بيعمله لي نسبه مظبوطه. يعني مش مثلا هرسم واقول هرسم الاضاءه من الزاويه دي وبعد كده هرسم تاني الاضاءه جايه من الزاويه التانيه عشان اشوف انهي احسن. لا هنا في 3 دي الموضوع اسهل، انا بحط الاوبجكت وبزرار بجيب اللمبه هنا او هنا واشوف انهي احلى. انا طلعت النتيجه دي ومبسوط منها. تعالى نعمل ريندر. فيو ايمج اوبن سيف از. يلا بينا. صوره بي ان جي، خدت الصوره هيلابيلا حطها هنا وبس. ابقى كده خلصت. كان اخد الكلام ده بقى ادلعه بكنترول ال، خليه كده مثلا كنترول يو، اشيل اللون مش عايز لون، كنترول جي، كنترول شيفت ال، كنترول الت ال. لا مش حلو كنترول الت ال. كده ولا كده، كده ولا كده؟ لا كده طبعا. بقى معايا الرسمه بتاعتي، مش شايل هم المنظور بتاعها بيرفكت لان ناحيتها، ومش شايل هم رسم. ويلا بينا بقى نرسم، نعمل بينت اوفر. هو الموضوع اخد معايا ساعات كتير، بس انت بتضحي بوقت دلوقتي عشان تتعلم مهاره تخليك تبقى تخلص في وقت قليل بعدين. يعني انت دلوقتي خدت من يومي ساعتين، طلعت المنتج ده 3 دي. المره اللي جايه لما اعمله 3 دي هياخد مني 10 دقايق. النحت اسرع من الرسم، بيخليك تتخلص من مشاكل المنظور والاضاءه بمجهود قليل. فانا خدت وقت كتير عبال ما اتعلمت ده، لكن النتيجه اللي جايه هيبقى اسهل بكتير. ويلا بينا. في الحته دي هحرق لكم، بس انا قمت وقلت انا مش هكمل الرسمه دي. انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. حاجه طبيعيه جدا بتحصل، ما تستغربش منها. في حاجه اسمها الانكاني فالي. في لحظة كده انت في نص الرسمة بتقول انا مش مبسوط، الرسمة دي وحشة، وهي فعلا بتبقى وحشة لان هي بتبقى سكتش. انت عايز نتيجة شكلها حلو، وهي الرسمة ديت انت اشتغلت عليها ساعات كتير ولسه ما وصلتش للنتيجة. الحل ايه؟ ان انت تكمل الرسمة للاخر، خلصها. طلعت وحشة ارميها، لكن ما توقفش الرسمة في نصها ابدا، ولا ربعها ولا تلات ارباعها. كمل البروجكت للاخر، بعد كده شوف، وغالبا بيطلع حلو. فانا لما قلت ما قلت لكم انا قمت اخبط دماغي في الحيطة، انا فعلا انا كنت قمت فعلا مش ناوي اكمل الرسمة. بس هنعمل ايه؟ لازم نكمل. انا قمت اخبط دماغي في الحيطه ورجعت تاني. انا الزراير بتعصبني. وقفنا فين؟ بضغط كنترول الت زيرو يبين لي الاكشوال سايز بتاع الحاجه عشان ما تكونش مبكسله او حاجه، ما بقاش شغاله على حجم صغير وانا مش واخد بالي. ده الريفرنس بتاعي هسيبه جنبي، ومش هتأيد باللي طلع ده. ممكن اعدل عليه بليكوفاي شويه، حبه شقاوه. واقول لك ممكن اقسمهم ليارات. اللاسو طول هقصقص مثلا الكوبايه ولا جاي رسم، فخلاص هرتجل بقى. هاخد ده هيلابيلا على نيو لاير، ترابيزه الكاشير على نيو لاير. ممكن اجيبها يمين شمال بقى براحتي واملى مكانه. وبكده نكون خلصنا، جهزنا الليارات. تعالى نعمل ايه؟ نلون. همسك كل الليارات اعمل لها لوك. همسك كل لاير واختار باليتة الوان كروكي كده من بره خالص. اللون الطاغي هيبقى اللون الاخضر والاصفر والازرق والاحمر. مش عارف. الالوان ممكن تبقى ايه. نبدا باللي عارفينه. الاخضر هختار مود برش اوفرلاي، او اقول لك مالتيبلاي. وهختار الوان فاتحه خالص، اصفر للقصب، اخضر برشايه الاوباستي بتاعها 30%، واخلي لونين اخدين من بعض، يعني لون ازرقات واصفرات. كوبايه هيبقى لونها سيان، كوبايه ازاز فيها حز كده وكده وكده. هي كان شكلها عامل ازاي؟ ماشي. كل الكلام ده هياخد تظبيط كتير، بس يعني خلينا نرمي البيز الأول. التلاجة كحلي، اوفرلاي سيان. المالتيبلاي بيغمق، الاوفرلاي بيفتح او يغمق على حسب اللون. الكرسي خشب. الكاشير بدل الاسود بحط بنفسجي. في هنا عايزين نرسم كور، النور جاي من فوق على اليمين وهكررها. بقى عندي البرتقال متعلق على المبنى. ابتدي بقى ارسم بايدي اللي محتاج يترسم. لا ساعات المعدن كده. يا سلام. تعالى بقى ناخد خطوة جريئة كده. بحط اللون بتاع القصب، زود لي حبة ساتوريشن وطلع من هنا رغوة. عارفينها الرغوة بتاعت القصب دي؟ كور كور كور. يعني بدأنا نتكلم كده. والكوباية مكسورة على مرتين كده، وما بينهم لسعة إضاءة كده مثلا. يا ولع. هقفل اللير واحط لسعات إضاءة. لو الإزاز مش هيلمع تماما، إيه اللي هيلمع؟ شكلها يفتح النفس. خليها رمية ظل تحتها. المبنى مش عارفة ألونه إيه. المبنى نفسه
مش عارف ألوّنه إيه، ومش عارف أعمل إيه بعد كده، هاروح أسأل ChatGPT ممكن إزاي أخلّي الألوان أحسن. رفعت له الصورة قُلت له أنا رسمت كذا، كذا، قُل لي المميزات والعيوب، قال لي المميزات والعيوب، وقُلت له طيب ورّيني هتعمل إيه أنت عمل ده. ChatGPT أو الAI عامةً بيطلّع حاجات شكلها مُبهر بصريًا ما لهاش أي لازمة، شكلها حلو بس ما تنفعش تستخدمها، يعني ديّة لو أنا خدتها صورة هيلا بيلا مش هاقول أنا خلاص أنا كده خلّصت، لأ ده ممكن آخُد دي كreference، ممكن آخُد الجزء ده بس كده عشان باليتة الألوان بتاعة التلاجة عجبتني، الكشك هو مش عارف يخلّيه مصري، الكشك بيبقى كُلّه ألوان كده، أعمل إيه، أعمل إيه؟ وأدوّر على ريفرنسات، ما أنا لازم أجيب reference. هي البتاعة دي اللي أنا كنت عايزها، أنا برضه باقول البرتقال متعلّق إزاي؟ ماشي أخضر فأصفر، حلو الأخضر فأصفر، ادّيني لون أخضر حسّسني إن أنا عكيت شوية، خلّيه فاقع يا عم، خلّي الألوان كده فرفشة. هنا مثلًا دي رامية ظِل تحتها، طلعت بselection اخترت لون غامق ورسمت، يا سلام! إيه كمان، إيه مسخرة الأصفر فأخضر. من 10 دقايق كانت الرسمة دي سيئة جدًا بالنسبة لي وما كنتش طايق نفسي، دلوقتي بقيت لأ تمام، بقيت مبسوط، عشان كده فرحان أو متضايق أو أيًا كان، ارسم، خلّص الرسمة وبعد كده اشتكي. البرتقان بقى لا البرتقان مش حلو فعلًا. nicely done. هنا بقى عايز ألوّن شبه ده، الألوان هنا عاجباني، عايز ألوّنها الألوان الحلوة دي، عايزها تاخد حبّة بُنيات، وهنا المعصرة بقى اللي جوّه دي اللي هي بتبقى صوتها عالي دي، حلوة العُقَل حلوة، استنى أنا نسيت الحتّة اللي بينزل منها العصير، بس كده خلّصت، أنا خلصت يعني هي الرسمة مش عارف خلصت والّا لأ، بس أنا خلصت، أنا كده تمام أوي، أعتقد مش هانزّلها النهارده، هانزّلها بُكرة أو حاجة يعني هانام، هاصحى، هابُص عليها بfresh eye look كده، هالاقي فيها غلطات أكيد، أنا دلوقتي شايف غلطات بس بُكرة هاشوف غلطات أكتر، ممكن أختم بس بأي لون على الأرض عشان ما اسيبهاش قرعة كده، أحط لها أي أرضية بسيطة زي دي كده مثلًا، والّا أخلّيه أسفلت سوري، لأ ليه هيبقى أسفلت؟ ليه هيبقى طينة؟ بُص أنا خلّصت، أنا هاكمّلها بُكرة. الجزء الأخير بتاع التلوين كان صراحة خفيف على قلبي، يعني أنا كنت مبسوط وأنا شغّال وحاسس إن الأساس مضبوط، النسب والإضاءة مضبوطين، فأنا بالوّن بمزاج. التلوين زي الطبيخ كده بيعتمد يعني على التجربة وإنّك تجيب تسمُّم للناس وتجرّب حاجات كتير وِحشة لحد ما توصل لstyle التلوين اللي أنت بتحبه، ذوقك، يعني في ناس بتحب الأكل الحراق، في ناس ما بتحبش فهو الموضوع ذوق، التلوين دي أذواق، فأنا حابب إن أنت تلوّن الرسمة دي لو تعرف تاخد screenshot للمبنى وتورّيني المبنى ده ممكن أنت تلوّنه بطريقتك إزاي، والمبنى ده بالمناسبة هيبقى موجود في الدبلومة الجديدة، هابقى باشرح فيها النحت ده في الأول خالص في الأساسيات، باشرحه بطريقة سهلة أي حد يبقى بيعمل حاجات شكلها مضبوط، نسبها وإضاءتها مضبوطة، والتلوين كمان أمره سهل، يالّا اشتغلوا ربنا معاكم، عايز أشوف شغلكم، والwebsite بتاعنا في الdescription، اسأل على الكورسات الجديدة، وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم صياح الخير، برضه اقترحوا لي في الكومنتات ممكن أتعلم إيه live قدّامكم، animation مثلًا مش عارف.